السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة وصفة قد ايه لذيذة جدا وطعمها حلو جدا جدا وغنية ومفيدة، غنية بالفوسفور والأوميجا 3. هنعمل مع بعض أحلى وألذ صينية كاليماري وبطارخ في الفرن، ريحتها وطعمها فوق الوصف. هنعمل كمان معاهم شوية رز أبيض، حكاية بجد. تعالوا نشوف وصفتنا، بس كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير للفيديو. أول حاجة هنبتدي بيها هنجيب طاسة كده على النار. الطاسة لازم تكون سخنة جدا جدا. هننزل بمعلقتين زيت وننزل عليهم بمكعب زبدة، وهننزل بالكاليماري بتاعنا. الكاليماري طبعا متنضف ومغسول حلو قوي ومتقطع كده حلقات بالشكل ده. هننزل بالكاليماري نعطله صدمة على النار، ونحاول ان احنا منقلبوش على طول. ده كده بيخلي الكاليماري ما ينزلش المية بتاعته، وكمان ما يزفرش معانا. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان الطاسة تكون سخنة جدا. بعد كده هنبتدي نقلبه على خفيف بالشكل ده. احنا كده بنعطيله صدمة على النار وبنخليه يحتفظ بالمية بتاعته ما يفقدهاش. وهننزل عليهم بالبطارخ. لو مش متاحة عندكم تقدروا تستغنوا عنها. انا كان عندي بطروخ كبير بتاع سمكة بوري، مسكته كده قطعته حلقات بالشكل ده ونزلت بيه في الطاسة. برضو هبتدي كده افرده عن بعض، ابعده شوية عن بعض، ومش هقلبه خالص دلوقتي علشان ما يتهراش معايا. اول ما البطروخ احس ان هو اتماسك كده من تحت وابتدى يغير لونه، هنقلب بقى البطروخ على الجهة التانية. اول كده ما اتماسك معانا وغير اللون علشان برضو يتماسك من الجهة التانية. زي ما قلت لكم ما نحاولش نقلب البطاريخ خالص اول ما نحطها على النار، لان البطاريخ بيبقى الملمس بتاعها ضعيف وبتبقى محتاجة معاملة خاصة علشان ما تتهراش وما تتفجرش معانا. لو مش متاح عندكم البطروخ دون ممكن ان انتوا تستغنوا عنه عادي خالص. ممكن تعملوا الصينية دي بالكاليماري بس او بالجمبري بس، وممكن تضيفوا جمبري وكاليماري مع بعض. تمام كده. بعد كده هنزل عليهم ببصلاية كبيرة مقطعاها جوليان او شرايح. هقلبها مع الكاليماري والجمبري، واول ما تبتدي يدوب تدبل، انا مش عاوزاها ان هي تاخد لون او تتهري، يدوب تدبل، هنزل عليها بفصين كبار مفرومين من الثوم. هقلب برضو. اول ما ريحة الثوم تظهر معايا هنزل بقى بالخضار بتاعي. انا نزلت كده الاول بجزراية واحدة مقطعاها برضو جوليان او شرايح رفيعة بالشكل ده. وهننزل بفلفل الالوان المتاحة عندنا، احمر اخضر اصفر، الكمية المتاحة عندك والموجود عندك ضيفيه. كله ني في ني كده. هنقلبه حلو قوي مع بعض على النار. وهننزل على الكلام ده كله بقى بالتوابل بتاعتنا، عبارة عن نص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة والكمون والكزبرة الناشفة والكاري، وهنظبط الملح بتاعنا حسب الرغبة. هنقلب بقى كل المكونات دي كده كلها على بعض كده على النار علشان تمتزج كده مع بعض وتاخد وتدي، والطعم كله يدخل في بعضه. تقليبة بسيطة خالص لأن الكلام ده كله هيدخل الفرن ويكمل سوا مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بربع حزمة من البقدونس مقطعاه ناعم. البقدونس بيعطي طعم وريحة فوق الوصف لأي وصفة سفود عامة. البقدونس بيكون حلو جدا فيها. جربوه وهتشوفوا الفرق في الطعم قد ايه حلو جدا وخطير. هزودهم بقى كوباية كبيرة من عصير الطماطم، وعليهم معلقتين كبار من المعجون المركز. هسيبهم كده على النار. اول ما الطاسة دي تبتدي تاخد غلوة واحدة، لكم بقى حرية الاختيار هنا.
يا تفضوا الطاسة دي في صينية وتدخلوها الفرن وتبقى صينية كاليماري بالخضار، او تقدروا تعملوا زي كده. انا استخدمت هنا معاها بطاطس، هعملها بالبطاطس وهتبقى احلى والذ صينية بطاطس بالكاليماري. زي ما انتوا شايفين حلقات البطاطس بتاعتي السمك بتاعها لا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة قوي، سمكها متوسط. هنزل بقى بالطاسة بتاعتي دي على صينية البطاطس. تقدروا تستخدموا الكمية المناسبة ليكم، انا مستخدمة 3 بطاطسيات بس. نزلت بالطاسة دي على الصينية وهزودها كده حوالي كوباية مية، وهدخلها الفرن بتاعي يكون سخن مسبقا في الرف الوسطاني، وهغلفها بالفويل. شايفين شكلها؟ بجد لذيذة جدا وشهية وريحتها قلب الشقة. تعالوا نعمل مع بعض أحلى وألذ شوية رز أبيض بالمستكة يتاكلوا حاف من حلاوتهم. حلة على النار فيها شوية زيت، أول ما الزيت يسخن بننزل عليهم بفصين 3 من المستكة، لما تدوب بننزل بكمية الرز اللي محتاجين تعملوها. هنشوح الرز حلو قوي مع الزيت والمستكة، نتأكد كده ان كل حباية من الرز اتغلفت بالزيت. هنظبط بقى الملح بتاعنا، وهنزود رشة من الفلفل الأسمر، ما تحاولوش تزودوا علشان الرز ما يغمقش معانا، وهنزود ورقة من اللورة. هنقلب كل ده مع بعض حلو جدا، وهنزودهم مية بتغلي، دي أهم حاجة، مية بتغلي. هنسيبهم على النار لغاية ما الرز يتشرب المية بتاعته بالشكل ده. هنهدي النار عليه خالص ونخليها شمعة كده ونسيبه يكمل سوا. وده شكل صينية الكاليماري بالبطاطس. انا شلت من عليها الفويل بعد ربع ساعة، فتحت عليها الشواية، خدت كده لون خفيف ونشفت معايا، سبتها 10 دقايق تحت الشواية. وكمان الرز بتاعنا ما شاء الله تبارك الله زي ما انتوا شايفين كده مفلفل، الحباية سايبة التانية، مش معجن ومش ماسك في بعض. ريحته قد ايه خطيرة، روعة بجد. وبكده تكون انتهت وصفتنا. ما شاء الله تبارك الله، صينية الكاليماري بالبطاطس دي من أجمد الصواني وأحلاها لو عملتوها بالشكل ده. ممكن لو حابين تعملوها سادة من غير بطاطس بالخضار بس زي ما قلتلكم اعملوها، ولو حابين تضيفوا عليها جمبري اعملوها، وممكن برضو تعملوها بطارخ سادة لو موجودة عندكم. الموجود عندكم ضيفوه، واللي مش موجود عندكم تقدروا تستغنى عنه. قدموها بقى بالشكل اللي يريحكم. انا غرفت الاكل وقدمته بالشكل ده، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بيتكلم عن نفسه، طعم وريحة فوق الوصف. قدمته انا مع شوية صوص زبادي بالخيار، وقطعت جنبيه شوية خيار، وكانت احلى والذ اكلة بجد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وتعليق حلو منكم. دمتم بخير.